الفنان مصطفى كامل عمل اوبريت اسمه تسلم الايادي. بعدها بكام يوم القضاء حكم بعدم احقيته في انه يبقى نقيب الموسيقيين ورجع ايمان البحر درويش. تسلم الايادي. قال له يا فرعون ايه فرعنك؟ قال له لقيت شعب زي الشعب المصري في 24 ساعه يعمل اي حد فرعون، و24 ساعه تانيين هوب ينقلب عليه ويعمل عليه ثوره، وبعد ما كان فرعون يبقى شيطان. احنا اللي بنفرعن واحنا اللي بنشيطن. شمال ويمين طبعا يتفرعن سن الناس اوساط اوعي. والصحفيه المحترمه غادة شريف اللي عرضت على وزير الدفاع انه ياخدنا كلنا ملك اليمين. يعني انا محترم حماسك وكل حاجه، بس ادينا فرصه نختار الزبون بنفسنا. واضح انك عشان تبقى ناشط لازم تبقى غامض ومش مفهوم، زيك زي افلام يوسف شاهين بالظبط. الناس فاكراك حاجه عظيمه وعالميه بس في الحقيقه مش فاهمينك، وبيسقفوا عشان ما يقولوش عليهم مش فاهمين. ولما الناس تنقسم نصين خليك انت النص التالت، واعمل لك ميدان تالت، وروح هناك مع ابو الفتوح قول لا للعسكر ولا للاخوان. بس الناس عارفه كويس انك مع دول ولا مع دول، بس مكسوف تقول. واهم حاجه عشان تبقى ناشط تروح تونس. ليه؟ اللي ما بيروحش تونس ما بيحسبوش ناشط. وتروح رومانيا. ليه؟ معرفش، بس هما بيروحوا رومانيا. كلمة أخيرة لذوي القلوب الرقيقة المتعاطفين اللي بيعيطوا كل ما حد يقع ويموت. احنا في حرب. الجيش المصري أنه جيش الكليات بامتياز، ومن بعد الآن أقول للشباب لابد أن نشكل في شمال سيناء مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب. ولما نزلنا نفوض قوات مسلحة وشرطة مسلحة ضد جماعات إرهابية مسلحة، يعني متوقعين إن الناس تموت. احنا مش مفوضين فرقة رضا يا أمور،